بجد بجد مش عارفة اقول عليك ايه. انت ما تستاهلش ان يتقال عليك اب. حسبي الله في اشكالك وفي شكل كل اب زيك. صيفنا بقى وغيرنا جو وخلصنا. نيجي بقى نشوف بيتنا عايز ايه بنفسي كده راضي. خش على الشقة بمعنى اصح. اول حاجة الفرش بتاع الانتريه وسخ جدا عايز يتشال. السجادة نفس الطريقة. والمروحة عايزة تتفك وتتغسل. تمام كده تمام. هنبدأ بقى ننضف. قاعدين زي ما انتم شايفين كده مأنتخين، هنضحك بقى عليهم شوية يشيلوا معانا اي حاجة قبل ما ينزلوا، وبعد كده نرجع مع بعض نكمل الفيديو. تمام كده يلا بينا. اول حاجة اتعملت المروحة، اتفكت كلها حتت حتت ونزلت اتغسلت واتركبت وبقت نظيفة وزي الفل. هنبدأ بقى البراويز وكل حاجة في الصالة هتتشال، كل حاجة وهتتغسل والدنيا هتبقى تمام وزي الفل. إيه، لو اول مرة تشوفي القناة من خلال الفيديو ده ما تبخليش عليا باشتراكك فيها عشان تكوني اخت من اخواتنا وعيلتنا الصغيرة تكبر بيكم. دي اول حاجة. تاني حاجة اللايك 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 ثم اللايك. عايزاكم بقى النهاردة نتكلم في حاجة كده، يعني موضوع بصراحة شدني قوي يعني، فعايزين نتكلم فيه مع بعض. طبعا اللي هو الفيديو بيشرح نفسه. إيه، بشيل الحاجة عشان تبدأ ان انا اغسلها وانضف المكان وكده، فمش محتاج شرح. فانا عايزة اتكلم معاكم في حاجة كده. قاعدة فاتحة الموبايل وبقلب في السوشيال ميديا عامة، بقى المواقع التانية انتوا فاهمين يعني بدون ذكر اسماء. و... وإذ الاقي قدامي كده منشور، يعني وقفني قدامه، وقفني يعني اللي هو ازاي. والله والله اللي كانت بتحكي الموضوع عينيها كانت مدمعة وكانت بتحكيه بقهرة. اللي هو مفيش سند، مفيش أهل. أهل مين اللي سند؟ إذا كان الأهل هم اللي بيكسروا اللي مسنودين عليهم، إلا من رحم ربي عشان ما نظلمش حد. هي واحدة بتتكلم كده. يعني أنا سمعت الفيديو واتأثرت بيه جامد قوي، فقررت ان انا اتكلم معاكم في الموضوع ده النهارده. اللي هو ازاي اب يجوز بنته وبنته تعيش مع جوزها وحياتها مش احسن حاجة مع جوزها. اللي هو اهانة وضرب وبهدلة، وما يتقالش عليه راجل، لان الراجل اصلا يعرف يتصرف من غير ما يمد ايده ومن غير يتطول بلسانه ومن غير حاجات كتير. المهم عايشة في جحيم مع جوزها. فضلت متحملة عشان خاطر ولادها. المهم يشاء القدر وتنفصل عن جوزها وتروح تقعد مع ابوها. ابوها مستكتر عليها الاكل ومستكتر عليها الشرب ومستكتر على ولادها ومستكتر كل حاجة. فتطلع تشتغل عشان تصرف على ولادها. ما هي معهاش مؤهل عالي عشان تشتغل في وظيفة ويبقى لها مرتب ويبقى لها كيانها. وابوها مستكتر عليها عيشتها وسطهم، ومستكتر عليها اللقمة اللي بيديها لها وبيديها لعيالها. والله العظيم ما يتقال عليك اب. المهم فطلعت تشتغل في البيوت وخدت معاها ولادها لانه ابوها مش متحملهم، وطلعت تشتغل في البيوت. فراحت لواحدة ست، يعني برضو الست دي يعني ربنا مش عايزة ادعي على حد. اللي هو بقى اللي هو نظام لما يكون شغال عندك حد فتستعبديه بالقرش اللي هتديهوله. هو كده بالظبط. فضلت تشتغل عندها لما طفحتها الدم كده وقطمت ظهرها، وبقت تعيط من ظهرها اللي وجعها وصحتها اللي راحت. هدتها في البيت وهدتها في الشقة. مش اللي هو مثلا النهاردة تعمل لي حاجة وتاني يوم تعمل لي حاجة وهو ايديك بايديك بتساعد، لا، تعبتها يعني. فالمهم الست دي من كتر التعب ومن كتر ما هي اتوجعت جامد وهي ماشية في الشارع قعدت على الأرض، على الرصيف، من كتر التعب. فالناس افتكروها شحاتة وبدأوا يدولها فلوس في ايديها. اللي هو اما لقوها قاعدة كده فافتكروها بتشحت يعني. ف... فهي طبعا زعلت وعيطت وانهارت. انا كنت بحكي لكم كلام كده
شفوي كده. فانتوا تخيلوا بقى ان لما يكون الواحد ملوش حد، واما يكون سنده في الدنيا ما هو سنده، تخيلوا النفسية بتبقى عاملة ازاي. فالست جه عليها الزمن وجه عليها ابوها، وكمان بقى بياخد فلوسها اللي بتشتغل بيها، واضطرت ان هي تلجأ للشحاتة وتقعد على الرصيف وتشحت. هي دي الشغلانة اللي اشتغلتها لما تعبت من شغل البيوت عند الناس. وبتعيط وبتقول اهلي مين اللي سند؟ انا اهلي كسروني، مفيش اهل سند. فطبعا الراجل اللي بالشكل ده اللي يستكتر على بنته اللقمة، ويستكتر على بنته الستر، ويستكتر على اولاد بنته اي حاجة، فيبقى حسبي الله ونعم الوكيل فيه. احنا بنشوف ستات ارجل من الرجالة. الست اللي بتحاجي على ولادها وبتطلع تشتغل عشان تصرف عليهم وتأكلهم، وترجع تجيب احلى اكل عشان تأكل ولادها كل حاجة وما يبقاش ناقصهم حاجة، فدي ارجل منك انت. يعني ايه اب؟ ده انت خسارة فيك كلمة بابا، بجد والله. انت واي حد، اي حد شكلك، اي حد يكون بيعمل زيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. على فكرة الراجل اللي بالشكل ده وبالنظام ده هيتحاسب عند ربنا. ربنا ما بيسيبش. ما هو زي ما في عقوق ابناء، في عقوق اباء، تمام؟ فربنا ما بيسيبش. وطبعا ده جزء سلبي. في بيبقى في ابهات كتير حنينه وما بينزلش في بقهم اللقمه من غير ولادهم، حتى لو ظروفهم على قدها. اصل ملهاش دعوه بفقر وغنى، اصل الحنان ده ملوش دعوه برضه، ده حنان. لو شفتوا منظر الست وهي بتحكي، لانه كان فيديو، هتتأثروا، هتفهموا انا اقصد اقول ايه. هتعيشوا القهرة، ده كانت بتتكلم بقهرة وبدموع. يلا ربنا يرضيكي في ولادك ويجعلهم سندك. تعالوا بقى اقول لكم احنا كنا بنعمل ايه النهارده مع بعض بعد ما خلصنا اللي انا كنت عايزه اتكلم معاكم فيه. كل حاجه اتشالت من مكانها، وطبعا هم كانوا قاعدين مأنتخين، فخليتهم الحاجه اللي انا مش هقدر اشيلها لوحدي شالوا قصادي كده وخلاص، وتوكلوا على الله نزلوا. وبعدين انا بدأت ايه، اعمل كل اللي ورايا. مسكت الشقة بقى. انا اصلا في الصيف بحب الشقة تبقى من غير سجاد، بس الصالة عشان الانتريه وعشان القعدة بتبقى فيها لازم أنا اكون فرشة حاجة. فالسجادة كانت خلاص مش احسن حاجة، فاتشالت بقى. كان استها الاول كنسة محترمة، وبعدين اشتلتها وحطيتها على السلم بره في جنب عشان تروح دراي كلين او المغسلة زي ما بتقولوا بقى. وراحت بالفعل خلاص، وجت واتكيست وتعانت. هي الفيديوهات ما بتنزلش ورا بعضها مترتبة لظروف ما. المهم مش عايزة كل ما ادخل فيديو اقول لكم عشان تعبي وعشان مش عارف ايه. كل البيوت فيها وكل الناس فيها والهدوم ياما مدارية، الحمد لله، رضا على كل مجايب ربنا. احمدوا ربنا يا بنات، احمدوا ربنا في السراء والضراء. المهم اشتلت كله بقى. الغسالة جنبي، الغسالة قبل ما اعمل اي حاجة كانت امتلت مية. اما مليتها ميه بقى بدات احط واطلع واسيب شغلي وارجع للغساله. الغساله انا عملتها معاكم مرتين ثلاثه ميه في الفيديو، وانا كنت بحكي معاكم الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. لا بس هي بقى اتفضت اكتر من كده. اصلا انا كنت قفلت خلاص الفيديو معاكم، وبدات اغير الميه كذا مره لكل دور من الانترين. كان كرسي ان كان كنبه، بقيت اصرف الميه واحط ميه نظيفه عشان الحاجة تنضف كويس. المهم بدأت بقى مسكت باب الشقة كده بالبطانة ومسحته مسحة محترمة، كان عليه تراب و... والباب السلك من بره برضو كان عليه تراب. مسكت كل ده مسحته ونضفته حلو، وبقيت شم ريحة الاريال كده في الارض كده بقى بهدى نفسيا. والباب كمان مسكته مسحته كده ونضفت كل حاجة. اعملي على قد صحتك واعملي اللي تقدري عليه. ما تقعديش تبصي للحاجه وتقولي ده كتير عليا النهارده ودي نظيفه، وتقعدي تأنبي في نفسك وانت قاعده ان المكان ده نظيف والمكان ده مش نظيف وما انتش قادره تعمليه. قومي كده استعيذي بالله وابدأي نظفي اللي تقدري عليه النهارده، وارتاحي بكره وكملي بعده كده. يعني قسمي الشغل على الايام. خلصت بقى الصاله كلها بقت فله كده،
فله فله يعني. والغساله ورايا شغاله، وجبت السجاده النظيفه زي ما انتم شايفين. هنبدا بقى، سبتها في الصاله كده في ارضيتها لما حد يجي بقى يفرشها قصادي، وبدات فرشتها. وزي ما انتم شايفين كده، واللي كان بيطلع من الغساله كنت بنشره اول باول عشان ينشف بسرعه، عشان افرش تاني المكتبه واعلق الستاره تاني، لان اشتلت الستاره والمكتبه وفوق الفريزر وكل حاجه. وقمت مخلصه كده. وفي اليوم ده طبعا كان عندي اكل بايت من الليله اللي قبلها، اللي هو سخنتيه كده وقضى اليوم وكفى ووفى والحمد لله. ما هو انا بعد الفحته دي مش هعمل لكم غدا والله لو هتاكلوا عيش وجبنه. ربنا يديم علينا الصحه والستر والنعم اللي احنا فيها ومش حاسين بيها. اللهم ديمها علينا نعمه يا رب، واحفظها من الزوال. وده شكل الصلاه بتاعتي، بقت على سنجة 10. عروسه ده ولا مش عروسه؟ لو وصلت معايا لحد الفيديو هنا ما تبخليش عليا باللايك، وما تبخليش عليا لو هتشير الفيديو لحد من اصحابك. ولو عندكم رأي في الكلام اللي انا قلته لكم ده، او عندكم حد عاق كده في عيلتكم، تكتبوا لي. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله. دمتم بخير دايما.